الأخبار الموجزة ليوم الأحد. التقى وزير الداخلية خليفة سراج الدين حقاني بأساتذة الجامعات والعلماء وزعماء العشائر والوجهاء في مقاطعة نجرهار. سافر رئيس المحكمة العليا الشيخ عبد الحكيم حقاني إلى مقاطعة نجرهار. صرحت اللجنة المعينة لترويج العملة الأفغانية في مقاطعة بكتيكا أن التداول في العملة المحلية قد زادت حاليا في هذه المقاطعة وتم إيقاف العملات الأجنبية. أعادت وكالة المعايير الوطنية عددا كبيرا 67 من عربات الوقود منخفضة الجودة إلى أوزبكستان في ميناء حيرتان لأول مرة. أكد بنك أفغانستان المركزي أفغانستان بانك للمؤسسات المالية والمصرفية في المجتمع الدولي أن البنك ملتزم بالقوانين واللوائح الدولية وقد امتثل بشكل أفضل من أي وقت مضى. قال مسؤولون في بلدية كابول تم تنفيذ 25 مشروعا في تشييد الطرق وتم من خلالها ترصيف 82 كيلومترا من الطرق، وأضاف أنه خلال العام الماضي تم بناء 13 تقاطع بطريقة جميلة. بدأ مصنع باخت للزيوت النباتية في مقاطعة بلخ العمل مرة أخرى بعد عقد من الزمان. يقول المسؤولون المحليون في مقاطعة بلخ إن هذا المصنع ينتج ما يصل إلى 6 أطنان من الزيت يوميا ويعمل هناك حوالي 60 شخصا.